عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتي وقناتكم عالم حنان ضحى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ديالكم يا ربي، نتوما ووليداتكم ووالديكم واهاليكم وحبابكم يا رب. كنعتذر على الغياب الطويل ديالي، صراحه كنت صابت بوعكه صحيه هي اللي خلاتني نغيب عليكم. المهم اليوم ان شاء الله رجعت معكم فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو كنبغي نشكركم جزيل الشكر على دعمكم وتعاليقكم المحفزه، وكنرحب بالناس الجدد اللي عاد التحقوا بأسرة عالم حنان ضحى. مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيخص دي كاب كيك وكيكه ديال التفاح من نفس الخليط، كيجيو غزالين ورائعين وناجحين 100%. بالنسبه للكيكه كيجي لوكو ديالها خطير بزاف، كتجي رائعه وكتجي هشيشه وكتجي معلكه من الداخل. ودي كاب كيك حتى هما كيجيو غزالين وناجحين، بامكانكم تحضروهم في هذه الذكرى النبويه اولا تحضروهم للوليدات يديوهم معاهم المدرسه. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. غادي نحتاج 6 ديال البيضات. انا عندي البيضات هنا الحجم ديالهم صغير، الا كانوا بيضات كبار بامكانكم تستعملوا غير 4 يكونوا كافيين. كاس ديال ياغورت فانيليا ما يعادل 110 غرام، كاس من الزيت الغير ممتلئ ما يعادل 120 مليلتر، كاس من السكر حبيبات اولا سنيده كاس غير ممتلئ، كاس غير ممتلئ من الزبيب اولا العنب المجفف. غادي نحتاج 4 ديال التفاحات، بامكانكم تستعملوا اقل اولا اكثر على حسب الحجم ديال التفاحه. غادي نحتاج الملعقه اولا 2 ملعق كبار ديال الخل، غنحتاج شويه ديال القرفه و2 معالق كبار ديال الكاكاو المور. هنا عندي 3 ديال الساشي ديال خميره الحلوى اولا بيكينغ
غادي ناخذ الكميه ديال الخليط اللي بقات لي وغادي نضيف ليها تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. غادي نخلط مزيان. صراحه هاد الكاب كيك كيجيو غزالين وساهلين، يعني بخليط واحد حضرنا 2 شهيوات. كندير معلقه ونص، فقط معلقه ونص باش يخلي ليا الاسباس فين يطلع ليا الكاب كيك، ما كنعمرش بزاف باش ما يفيضوش ليا. غادي غير نعمرهم وغادي نحطهم على جنب بيد ما طابت لي الكيكه، وغادي ندخلهم الفران اللي ديجا مسخون بطبيعه الحال على درجه حراره 175. غادي نقص الحراره، هما راه كيطيبوا بالخف. غادي نقص عليهم الحراره. بالنسبه للكيك هو هذا الشكل ديالهم بعد ما خرجته من الفران، خليته برد شويه عاد قلبته في طبق التقديم كيف ما كتشوفوا. صراحه كيجي هشيش وكيجي معلك وكيجي لوكو ديالو خطير. كيف ما كتعرفوا التفاح والزبيب والقرفه كيتواتوا مع بعضياتهم. ننصحكم باش تجربوه لوليداتكم. بالنسبه للزينه بسيط بزاف، انا خديت واحد القشره ديال التفاح، خديت التفاحه قشرتها ولويت ديك القشيره ديالها على شكل وريضه، وغادي نغبرها بواحد شويه ديال القرفه. هذا هو التزيين، بامكانكم تزينوا باي حاجه بغيتو. كيف ما كتشوفوا هي اصلا مزينه راسها بهذوك الطرونش ديال التفاح. المهم التزيين كيبقى اختياري، اللي بغيتو تزينوا به زينوا به. هادو لي كاب كيك من بعد ما خرجتهم من الفران كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجيو ناجحين 100%، وكيجي الشكل ديالهم زويون بزاف. بالنسبه للتزيين بامكانكم تزينوهم باللي حبيتو نتوما واللي بغاو وليداتكم. انا غادي ندهنهم بشويه العسل اللي متوفر عندكم، سواء العسل اولا الكونفيتور استعملوه. غادي ندهن ليهم الوجه ديالهم وغادي نزينهم بالفرميسي ديال الشكلاط ملونين.